يا صباح الفل، يا صباح الطاقة والنشاط. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد بقى وروتين جديد ويوم جديد. يا رب كده الفيديو يعجبكم. ما تنسيش بقى لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على الكل، عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول. نسمي الله ونبدأ بينا الفيديو بتاعنا. الفيديو بقى كله نشاط وطاقة، وبصي هيحمسك كده. الفيديو بادئ من الساعة كام؟ الفيديو بادئ من الساعة، هنقول 7:30 الصبح بالظبط كده. الساعة كانت 7:30 بالظبط. صحيت بقى كده، فتحت الشبابيك. أهم حاجة بحب كده أول ما أفتح عيني أفتح الشبابيك. مشيت بقى عيالي على المدرسة وجوزي راح الشغل. فتحت بقى الشبابيك كده وابتديت بقى بصوا أعمل كل حاجة براحتي خالص. طبعا انتوا عارفين إن الساعة البدرية منسية زي ما بيقولوا. بجد والله بعمل حاجات كتير الصبح، حاجات كتير قوي. يعني بحس ان انا لا يعني حاجات كتير قوي. وبرضو يعني على الظهر كده بكون قاعدة بقى مرتاحة، وعملت الغدا بتاعي وقاعدة مرتاحة ورايقة بقى كده. لو عايزة بقى انام ممكن انام ساعة ولا ساعتين، بس صراحة ما بعرفش انام من عيالي لانهم بيفضلوا نازلين طالعين نازلين طالعين، وفاهمين هما بينزلوا يلعبوا تحت. ف يعني طالعين نازلين بقى، فانا ما بعرفش انام بقى. طبعا ربنا يخليهم ويبارك فيهم، طبعا يعني اهم حاجة، يعني ربنا يخليهم كده يا رب ويبارك فيهم ويحفظهم. بصوا هنا كنت اللهم صل على النبي، كنت بلم الهدوم من على المنشر. بصوا انا كنت حاطه المنشر ده في وش الشباك. ليه بقى؟ دي بقى الهدوم اللي انا كنت غسلتها معاكم. الهدوم دي لما غسلتها معاكم كنت بغسل على الغسالة النص اوتوماتيك، ماشي. انا مش عارفة ليه كل لما اجي اغسل على الغسالة النص اوتوماتيك، انا من اول ما بحط المسحوق في المية بلاقي المية لونها بيغمق سنة. ده من قبل اساسا ما احط هدوم، فاهمين؟ فانتوا بتكتبولي في الكومنتات وبتقولولي المية مش نظيفة. لا والله المية بتبقى نظيفة. وكان في حد كتب لي، وقبل كده لما اللهم صل على النبي، لما صورت قبل كده بس من فترة، يعني كنت صورت برضو، كان في برضو كذا حد دخل قال لي المية مش نظيفة. كان هو يعني بصوا، انا مش فاهمة في ايه، بس انا ببقى شايفة المية في الحالتين، في التصوير وبره التصوير، فاهمين؟ فهي المية من غير تصوير هي عادية خالص، انا شايفاها عادية. بس اول ما بحط المسحوق بتبان بقى في التصوير ان المية لونها غامق، تحسوا ان هي مش نظيفة. وانا فعلا كنت شايفة كده معاكم، وحتى قلت الكلام ده في الفيديو برضو. ان المية لونها غامق، وقلت لكم يا جماعة المية لونها غامق. حتى كمان الشرشوبة بيبقى لونها غامق في التصوير، مش عارفة ليه. انا مش عارفة ده بقى عيب اضاءة ولا ايه بالظبط، مش عارفة. المهم يا جماعة انا بوضح، المية بتغمق اول ما بحط المسحوق ده في التصوير على فكرة. يعني خارج التصوير بتبقى عادية، سواء حطيت مسحوق ما حطيتش مسحوق هي المية لونها عادي. لكن اول ما بحط المسحوق المية بتبان في التصوير لونها غامق. بس كده انا وضحت اللي انا شايفاه. يعني انا شايفة جوه التصوير وخارج التصوير. هنا بقى هتقولوا لي كنت نشرة الهدوم ليه في وش الشباك؟ هقول لكم آه يعني سمعت كده ان ممكن يبقى فيه مطر، فانا بصراحة ما بحبش الهدوم تبات على الحبل، وبخاف على الهدوم من المطر. الحاجتين دول انا ما بحبش انشر للسببين دول. فانا بقى قلت بما ان ممكن الجو يمطر وانا مش ضامنه طبعا الجو مطر، واليوم ده انا كان عندي شغل كتير وكان عندي حاجات كتير قوي قوي، فما كنتش اللي هو كل شويه بقى هفضل رايحه جايه اشوف الجو مطر ولا لسه. فالمهم لقيت كده على التليفون ان في احتمال يعني يبقى فيه مطر، اللي هي علامه اللي هي درجات الحراره. فلقيت كده انه في مطر يعني، فشلت بقى الهدوم وحطيتها على المنشر وفتحت الشباك وقلت خلاص ايه، تبات بقى هنا. تاني يوم بقى انا سبتها لتاني يوم اساسا يعني. بس كده. وكمان انا عندي اساسا عامله في البلكونه، يعني عندي بلكونه واسعه كده، فعامله فيها حبلين كده برضو للطوارئ، لو انا عايزه انشر حاجه وفي مطر، او انا عايزه ابيت حاجه على الحبل، يعني هدوم تبات ولا كده، فبحطها جوه البلكونه مش من بره البلكونه. ربما بقول يعني يمكن احتمال يعني الجو مطر ولا حاجه. تمام. بس كده.
المهم خلاص بقى ظبطت اوضه النوم. طبعا اوضه النوم انا كنت اساسا لسه يعني منضفاها تنظيف عميق بقى ومسحاها وانتوا عارفين بقى تنظيفة الشتاء يعني، منضفاها تنظيفة الشتاء وفرشتها وظبطتها وخليتها زي الفل. فما يعني انا ما كنستش ولا عملت فيها اي حاجه، انا يا دوبك بس كده. انا كنت عاملاها اليوم اللي قبله، يا دوبك بس كده رتبت السرير وبس كده. وفتحت بقى الشباك الاوضه ايه، آه تغير بقى جو يعني، تهوي شويه. فتحت الشباك وفتحت البلكونه وبس كده. انا بقيت بفتح الشبابيك. الاول كنت بفتح الشبابيك طول اليوم، كنت ببقى فاتحه الشبابيك بلاقي البيت مليان تراب، كل حاجه عليها تراب. وزي ما انتوا شفتوا في الاوضه عندي اوضه النوم لونها غامق، فاي شويه تراب بيبانوا فيها بطريقه مش طبيعيه. فانا خلاص بقى ابتديت ان انا لا، ما انا مش هفضل فاتحه الشبابيك طول اليوم. هو بس بفتحهم شويه صغيرين ساعه ولا ساعتين وبقفل على طول، علشان خاطر العفار والتراب. انتوا عارفين التراب ده اوحش حاجه، يعني اوحش حاجه بتبقى في البيت لما تلاقي بقى تراب على الكومودينو، وتلاقي هنا تلاقي هنا. طبعا كل الحاجات دي بتتعمل كل يوم، بس انا بتضايق لما بلاقي اساسا تراب. يعني ابقى منضفه ومروقه ومظبطه كل حاجه اليوم اللي قبله، واقوم الصبح الاقي كميه تراب قد كده. ده من ايه بقى؟ ده من الشباك والبلكونه اللي بيكونوا مفتوحين بالنسبه لاوضه النوم يعني. بس فانا ابتديت ان انا لا، قلت انا مش هفضل بقى كده، انا هقفل هي ساعه ولا ساعتين زمن، وبفتح الصبح الساعه 7 زي ما بقول لكم. وفي خلال بقى الساعتين او ال3 ساعات اللي انا فاتحه فيهم الشبابيك، بكون بنظف فيهم الاوض وبس كده، اللي هو برتبهم بقى الترتيب العادي. ما انا في الاساس منظفه ومظبطه اللي هو تنظيفه الشتاء. طبعا كلنا نظفنا تنظيفه الشتاء، بس انا بالنسبه لي صراحه انا ما صورتش معاكم، لان بصراحه التنظيف مع التصوير صعب جدا جدا، خصوصا بقى لما هنضف تنظيف عميق. الموضوع صعب جدا يعني، صعب قوي. فانا اختصرت كل حاجة وظبطت كل حاجة ورتبت كل حاجة. بس الحاجة الوحيدة اللي انا لسه ما عملتهاش ان انا انزل الهدوم الشتوي. عايزة اقول لكم، بصوا يعني يمكن في الفيديو اللي قبل ده كنت بقول لكم لا ده الهدوم الشتوي لازم تنزل وكده واساسي وخلاص احنا شتاء رسمي. هو احنا فعلا شتاء رسمي يعني. بس والله انا عمال يا دوبك بسحب هدوم وانزل مع الصيفي يعني. انتوا فاهمين، بجيب هدوم من فوق كده من الرف اللي فوق واحطهم مع الصيفي، وانا لسه اساسا ما طلعتش الهدوم الصيفي. مش عارفه الموضوع ده تقيل على قلبي ليه. والله انا بشيل هم اللي هو دخول شتاء او دخول صيف، اللي هو بقى هتشيل هدوم وتنزلي هدوم. انا بشيل هم الموضوع ده قوي من السنه للسنه والله. لا مش من السنة للسنة، ده هو مرتين في السنة. يعني يعني انتوا فاهمين، ما بين الصيف والشتاء والشتاء والصيف ببقى شايلة هم الموضوع ده بطريقة مش طبيعية. اقول يا لسه هنزل الهدوم. على فكرة انا بكره موت موت تطبيق الهدوم، ما بحبش اطبق هدوم خالص. فبالنسبة لي الموضوع ده بيبقى صعب جدا وتقيل على قلبي يعني. فعشان كده انا لسه ما نزلتش الهدوم بتاعتي ولا هدوم جوزي. يعني احنا يا دوبك بس بنسحب كده اللي احنا عايزينه، فاهمين، وبنحطهم بقى مع الهدوم الصيفي. عايزه اقول لكم والله الدولاب، بصوا يعني، حسيبكم انتوا بقى كده تتخيلوا شكل الدولاب هدوم صيفي مع هدوم شتوي يعني، فاهمين. هسيبها لكم انتوا دي. بس ان شاء الله باذن الله بكره باذن الله يعني هظبط كل حاجه ان شاء الله، هدوم جوزي وهدومي انا. طبعا انا هدوم عيالي عملتهم من بدري قوي يعني، عشان انا لبستهم بقالي شتوي، بقالي بالظبط كده هنقول 3 اسابيع بالظبط كده، لان الجو ساقعه. وخصوصا الصبح بقى وهم رايحين المدرسه بيبقى الجو ساقعه ساقعه يعني. فانا يعني بالنسبه لعيالي خلاص ملبساهم من بدري يعني، هم خلاص كده اعتمدنا هدوم الشتاء بالنسبه للعيال بتاعتي. بقوا رسمي فهمي نظمي لابسين شتوي. واحنا والله برضو، بس زي ما قلت لكم، هو بس الفكرة ان انا يعني المشكلة فيا، هي المشكلة فيا انا يعني، مشكلتي مع الهدوم. فان شاء الله بإذن الله هظبط بقى هدومنا كده بكرة يا رب كده تعيني، علشان انا الموضوع ده شايل همه قوي. بيبقى اصلا هدوم كتير وحاجات كتير، وفاهمين انتوا بقى وبطلع بقى احط كرسي واطلع انزل الهدوم اللي في الرف الاخير اللي فوق وانزلهم وارجع
اطلع الهدوم اللي انا طبقتها، موضوع صعب جدا جدا يعني. اما بالنسبه لهدوم عيالي كتير وكل حاجه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يعني يخليهم ويبارك فيهم. بس الدولاب مش كبير، اللي هو مش عالي، اللي هو انا يعني وانا واقفه بجيب اللي فوق وبنزل الهدوم اللي فوق، فاهمني؟ يعني بنزل الهدوم اللي فوق وبحطها تحت، برصها يعني على السرير، وبعد كده بطلع اللي انا طبقته اللي هو الصيفي، وبعد كده بشيل بقى الشتوي احطه مكانه. ف يعني بيبقى سهل خالص هدوم عيالي ان انا اعملها. المهم يعني ربنا يعيننا ويعين كل واحد على حاله. بصوا بقى، هنا دخلت هنا كده على البوتاجاز، خلاص غسلت المواعين. كان عندي مواعين كتير، انا عايزه اقول لكم غسله مواعين يعني لو قلت لكم مرتين. غسلت الصبح الساعه 7 اول ما صحيت، ورجعت غسلت تاني، يعني غسلت مرتين. طبعا ربنا يكتر هدومنا ويكتر مواعيننا ويكتر كل حاجه فينا، يعني يكتر كل حاجه تخصنا، اللهم امين. بصوا بقى البوتاجاز، طبعا انا كنت قلت لكم قبل كده ان الحوامل بتاعه البوتاجاز كانت عندي ضايعه في الضياع. سبتها كده، قعدت فتره طويله سايباها، اللي هو ايه، ممكن امسحها، يا دوبك كده احطها تحت الحنفيه واللي هو يا دوبك غسله بسيطه كده، ونطفت ما نطفتش خلاص. فدلوقتي بقى خلاص قلت لا، انا مش هسيب الحوامل تاني، لان بصراحه الموضوع بقى رخم قوي وبقى شكلهم وحش. وبصوا بقيت اشوفهم كده بتضايق. فقلت لا، انا يعني هنضفهم واظبطهم، بعد كده بقى ابقى كل ما اغسل البوتاجاز الحوامل تتغسل رسمي فهمي نظمي اساسي. فالمهم مسكتهم حرقتهم، وبعد ما حرقتهم طبعا قعدت اكحت كده بالسكينه ومش عارف ايه وكده، والحمد لله نطفوا. يعني هنقول هم نطفوا، يعني مش ما نطفوش، لا هم نطفوا. يعني هنقول بنسبة 70 75 80 كده يعني، بس برضو حلو احسن من الاول خالص يعني. فاللهم صل على النبي. دلوقتي بقى كل ما بغسل البوتاجاز لازم اساسي الحوامل، لازم اللي هو ادعكها، فاهمين؟ يعني زي ما انتم شايفين بسلكة بسبونش اي حاجة، المهم بس الدهون اللي عليها ما تتسابش. لان انا لما كنت الاول يا دوبك كده بحطهم تحت الحنفية وخلاص واشيلهم، اللي هو يعني شقلب واجري شقلب واقلب او شقلب واجري، حاجة زي كده، مش عارفة بتتقال ازاي، بس ما علينا. كنت بغسلهم اللي هو عايزة انجز يعني. فدلوقتي لا، لقيت الموضوع يعني لقيتها طبلت على دماغي يعني، فقلت لا خلاص ما بقاش ينفع الفوضى دي، ما بقتش تنفع. بس كده خلاص كل حاجة ظبطتها. انا عايزة اقول لكم يا جماعة، انا اليومين دول مرتاحة راحة مش طبيعية. مش عايزة افضل احط نفسي في دماغ نفسي مرتاحة ازاي، لان انا عاملة كل حاجة في شقتي بقى تنظيفات عميقة وكده. فحاسه ان انا مرتاحه خالص في التنظيف بقى، يعني بخش كده زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، بنضف السرير وودي كنسه كده للاوضه لو عايزه تتكنس وبس وخلاص، والموضوع خلص والموضوع بسيط وكده. فبصراحه يعني التنظيفات العميقه دي بتريح كتير، خصوصا بقى ان انت كل يوم بتنضفي الاوضه، كل يوم بتنضفي الاوضه، بتنضفي المكان اللي انتوا قاعدين فيه، سواء غرفة المعيشة او صالون، المهم يعني ايا كان انتوا بتقعدوا فين وبتاكلوا وبتشربوا فين. الحاجة اللي بتتعمل تنظيفات عميقة وبتكون ايدك فيها بتبقى صراحة يعني سهلة في التنظيف. فهو ده اللي انا حاسة بيه اليومين دول، بقى كل حاجة سهلة معايا في التنظيف. هنا بقى كده بنظف البار مكان لما كانوا يعني بيفطروا الصبح يعني. كده بقى بالنسبة لي الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. سلام عليكم.